أنا إيناس محمد السقا، زوجة شيخ صفوت حجازي. عندي 4 أولاد، 3 بنات وولد. متزوجة بقالي 24 سنة. كلمينا بقى عن ظروف اعتقال دكتور صفوت حجازي، كيف تم اعتقاله؟ هي القصة كلها بدأت من 28 يناير، من 28 6، من ساعة ما كان موجود في رابعة. يوم الانقلاب جم دوروا عليه في البيت هنا. أمن كتير وكده بمسدسات دوروا. فوقتها قلت لهم هو مش موجود، هو في رابعة. بتهيألي انتوا شايفينه في التلفزيون. اتصلت بيه يوميها، قلت له ان هم جم دوروا عليك، لان في التوقيت ده كانوا هم قبلها بيومين طلعوا ضغط واحضار له. فمن ساعتها ما جاش البيت. بعد الانقلاب بيومين لقيتهم جايين برضو. المره الاولانيه كان بعد الساعه 12، جم بعد صلاه العصر بكميه اكتر، باسلحه اكتر، بعربيات اكتر. منظر فظيع. كل الفيلا اللي جنبنا كانوا حاطين فيها كاميرات تصوير مراقبه لنا. كل الضباط والعساكر ماسكين اسلحه ومستعدين للضرب. بس قضينا بقى طول الفتره دي ان احنا بنروح الرابعه نطمن عليه كده، لغايه ما جه يوم المجزره. كنت توقعت يوميها ان هو يعني مش هيطلع من اليوم ده الا اذا استشهد، من اللي احنا كنا شايفينه ان هو فضل متماسك هو وكل اللي كانوا موجودين لاخر وقت في يوم المجزره ده. من ساعتها انا ما عرفتش عنه اي حاجه، من ساعه ما شفته في التلفزيون بيكبر يوم المجزره وانا ما اعرفش عنه اي حاجه اطلاقا، غير لما شفته في الفيديو اللي طلعوه. انا قلت لهم ده من زوجي، ما عرفتوش يعني ده من زوجي. لغايه بعديها، ما بعدها باسبوع اتقبض عليه. جيت رحت بعدها ب 15 يوم قالوا في زياره، رحت اشوفه لقيته بكامل هيئته اللي انا اعرفه، دقنه البيضه، هو زوجي. بس بعد كده بقى بقينا كل اسبوع نتزاور عادي. الحمد لله هو ثابت ومتفائل، وعندي يقين بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هينصرنا والانقلاب ده الى زوال. بنقضي حياتنا عادي. طبعا هو سايب لنا فرح كبير جدا. هي دي تاني مرة صفوت يعتقل فيها. أول مرة كانت سنة 2000. الأولاد كانوا صغيرين، ما كانوش حاسين باللي احنا حاسين بيه، أو ما عاشوش الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي. طبعا هم متأثرين طبعا، بس هم يعني عندهم أمل ومصبرين بعض ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا، لان هو ما عملش حاجه اصلا عشان يحاسب عليها او يعتقل عليها. هو من يوم ما بقى داعيه، ومن قبل كده، وهو كل هدفه في الدنيا دينه وبلده، بلده اللي بيدافع عنها. لو صفوت كان عايز اي حاجه في فتره الرئاسه اللي أيد فيها محمد مرسي، كان ممكن يبقى وزير، يمكن رئيس وزراء، لكن هو ما اخدش حاجه وما تمناش اي حاجه غير ان هو يبقى هدف لبلده، ان هو يصلح بلده ويساعد على ان هو يحافظ عليها. ما خدش حاجه عشان هم يحاسبوه، لا كان وزير ولا اي منصب اخده منهم علشان هو يحاسبه على حاجه هو ما عملهاش. يقول لك قتل المتظاهرين، قتل 26 قضيه، كل قضيه فيها 10 تهم. ايه اهم التهم الموجهه ليه؟ فض رابعه، قتل الجثث اللي تحت المنصه والنهضة، وفي تهمة آخر حاجة مثلا مضحكة جدا، اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية، مع إن هو كان جوه المعتقل. اغتياله، حاجات كده، تجدير الصفو العام، التحريض على قتل المظاهرين. رمسيس هو اللي عاملها، المنصة هو اللي عاملها، تفجير الكنايس هو اللي عاملها. تخيلي يعني هو يعني 26 قضية، كل قضية 10 تهم، يبقى شكلها ايه؟ حاجة مضحكة يعني. لكن لما جيت اسأله في أدلة، في كل الأدلة والإثباتات واخدينها من برامج التلفزيون. مفيش أي حاجة، لا أوراق ولا مستندات ولا أي أدلة مادية ماسكينها عليه غير برامج التلفزيون. برامج طبعا التلفزيون بتاعهم هم، مش بتاعنا، اللي هم بيقولوا فيه اللي هم عايزينه. تمام. انا كنت برضه عايز اسالك في نقطه الاعتقال، يعني انت كنت شايفه ايه الغرض من قنوات الاعلام المصري تنشر صوره دوبلير لدكتور صفوت؟ يعني ايه الغرض من كده؟ وكان واضح جدا ان هو مش دكتور صفوت حجازي.
بص حضرتك، هم صفت كان دايما يقول الحق لم يبقى لي صاحب. فكلمة الحق هو طول عمره بيقولها، وكتير قوي ما بتعجبش حد، لأن المجتمع بتاعنا ده والإعلام بتاعنا الفاسد غير إيه، إن هو إعلام منافق، عايز واحد ينافقهم ما يقولش الحق. فهو طول عمره صفت من زمان، مش من دلوقتي، من أيام مبارك، وهو بيعارضهم في كل حاجة، في كل حاجة. لكن هم مش متعودين على كده. كل حاجة لازم يعني بيبقى فيه حتة السرقة، النفاق، لكن هو عنده كلمة الحق ده سيف على رقبته، وهم عارفين كده كويس قوي. فبالتالي لازم يشوهوا الحاجة الجميلة اللي الناس بتحبها، اللي الناس بتربي عيالها عليها، القدوة بتاعتهم، فلازم يشوهوا القدوة دي. هو فيليمان تراب موجود مع بعض من القيادات، الدكتور أسامة ياسين، سعد خيرت الشاطر، محمود البربري، الدكتور غنيمي. في مجموعة قيادات هناك حوالي 15. هم دول بيبقوا قاعدين في عنبر لوحدهم، والعنبر التاني اللي جنبهم موجود بقى فيه الدكتور البلتاجي، الدكتور أحمد عارف. كل دولت موجودين في المنتور. تمام. حدثينا عن أول زيارة ليكي مع الدكتور صفوت حجازي، يعني حدثينا عنها أكتر باستفاضة. لازم يعني يعني أنا قبليها قعدوا بقى الأولاد يقولوا اوعي تعيطي يا ماما، اوعي مش عارفة إيه، ومستنيين بقى اللقاء ده. فقعدت بقى بجد طول الليل ادعي من ربنا ان انا ابقى متماسكه، لان انا اول مره اتحط، يعني هو اول مره كان اعتقل ما عادش كتير، قعد اسبوعين فطلع. لكن المره دي بقى في الظروف اللي احنا فيها وما تعرفيش ايه اللي هيحصل، والمعاناه اللي شافوها، انا كنت شايفه ان هم كانوا في رابعه، يعني على قد ما شاء الله الصمود والقوه والعزيمه اللي هم فيها في رابعه، لكن كان مجهود بالنسبه لهم جبار وارهاق وتعب، لكن كانوا مستحملين فوق ما تتخيلي. فكنت بقى عايزه يعني ايه اللي بعد كده، يعني بقى حتى بقى انا بقى لي شهر ما شفتوش، ايه اللي بعد كده. المهم بقى فجيت اول قعدت بقى طول الليل قاعده ادعي ربنا، وصليت ان ربنا سبحانه وتعالى ما يخلينيش يحسسه ان انا ضعيفه او ان انا متضايقه، عشان ما يتركش فيه اثر ان هو يبقى شايل همنا وهو جوه. كفايه هو ايه الهم بتاعه هو يشيله لنفسه. المهم فجيت رحت الحمد لله، دخلت سلمت عليه عادي، لقيته ما شاء الله زي ما هو مبتسم، الابتسامه بتاعته صابر متفائل جدا جدا جدا. فحسيت ان هو كسر الحاجز اللي هو ايه كان عندي انا، ونسيت خالص كل الايه العياط والاحساس اللي انا احساس الخوف يعني في حافز كده كان حاجز جوايا ان انا مش عارفه هعمل ايه لو شفته. فالحمد لله كل ده نسيته خالص، لما لقيته بقى متفائل ومبسوط والحمد لله، ولا كأن في حاجه حصلت، بالعكس يعني الحمد لله متأقلم على الحياه هناك وكل حاجه. ف اداني بقى طاقه تانية ان احنا نقدر نستمر في الحياه. بس بعد ما طلعت بقى طبعا انهارت بقى طبعا، لان كل ده ضغط على اعصابي لغايه ما اخرج من عنده. فالحمد لله، فمن ساعتها الحمد لله كل ما بنروح له يعني ما شاء الله، يعني كلهم بصراحه مش هو بس، ما شاء الله عليه. ايه الرسالة اللي قالها لكم في أول زيارة؟ يعني حتى لحضرتك كزوجة وأم الأولاد ومتحملة مسؤولية بقى مع اثبتوا احنا على الحق، وان شاء الله نصر الله قريب، ومنصورين وبعزة ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا الكلمة الهتاف بتاعه اللي هو مشهور، ثوار أحرار هنكمل المشوار، دي لازم تقولوها لكل حبايبي، ولازم نفضل في الشارع. كنت هسألك برضو عن حياته داخل المعتقل، يعني في تضييقات مثلا بتقابلهم من قبل؟ بص حضرتك، هو كل واحد قاعد في زنزانة تقريبا مترين في مترين، في بس مرتبة على الأرض بيناموا عليها. ال 23 ساعة محبوس في الزنزانة، ما بيطلعش منها 23 ساعة بالظبط.
حتى هو لما قابلني او قريب يعني كل ما بشوفه الاقي لونه بشرته نفسها متغيره، لونها اصفر خالص، ومش هو. انا كنت قلت هو تعبان ولا حاجه، لكن لما شفتي ساعات بتصادف في الزياره يكون في كذا دكتور موجود يعني هيشوف اهله وكده، فببص عليهم كلهم لقيتهم هم نفس الحاجه عندهم، ان عشان الشمس ما بتشوفهمش فبالتالي الاصفرار ده في بشرتهم كلهم. ف 23 ساعه حبس يعني صعب قوي قوي. بيقضي يومه ازاي يعني 23 حبس في الزنزانة لوحده؟ يعني بيقضي يومه ازاي؟ الحمد لله بفضل الله، بيراجع قرآن، بيألف كتب، بيصلي الحمد لله، بيصلوا قيام ليل، ممكن بيصلوا جماعة حتى من ورا الجدران، عاملين بروجرام لنفسهم، قيام ليل، رقائق، الواحد بيقول درس رقائق، القيام الليل جماعي رقائق، ممكن حد عنده أنشودة ولا حاجة مألفها بيقولها، تكبيرات، صلاة، ذكر، ما شاء الله كده لغاية الشروق ما بيطلع. فهم ربنا يعينهم إن شاء الله يا رب. هو علم بمحاكمة الرئيس محمد مرسي؟ يعني حكيت له عنها؟ حكيت له عنها وقلت له أنا خايفة يعني دي تحصل حاجة أو يحصل للرئيس حاجة. قال لي مفيش حاجة هتحصل إن شاء الله، يعني خير. يعني كان متفائل جدا جدا أنا كنت خايفة جدا ومرعوبة إن أي حاجة تحصل، لكن ما شاء الله عليه كان متفائل وقال لي لا ده خير إن شاء الله وهتبقى لصالحنا.